السلام عليكم أخواتي، نتمنى تكونوا بألف خير يا رب العالمين وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في وصفات صحية ورقية كويزين أمل. اليوم حنحضر معكم أصابع الشفرور وكريات الدجاج. ماذا بيا أنكم تجربوا هذه الوصفة وتكتبوا لي في التعاليق واش رايكم فيها. الحق تجي بزاف بنينة، خاصة يعني دخلت عليها مقادير اللي تعطيها بنة، تزيد لها في البنة تاعها. و يعني اللي ما يحبش الشيفلور بهاد الوصفة ما راهوش كاع حيعرف بلي راهو ياكل في الشيفلور. ماذا بيا انكم تجربوها وتفرحوني وتكتبوا لي في التعاليق واش رايكم في هاد اصابع الشيفلور. نروحوا ناخدو. هنايا خديت راس شيفلور حجم متوسط، نقيته وغسلته بهذه الطريقة. نحطوه يغلي في ماء. نحطّو هذاك الماء، نحطّو شريحة تاع الليمون ونقطروا قليل من الليمون فيه ونحطّوه يغلي. هذاك الليمون ينحي لنا رائحة الشيفلور هاذيك اللي زايدة، وينحي لنا الغازات اللي فيه. نروحوا للزيتون، حطيت غير كميشة تاع زيتون هنايا، ضفت عليها شريحة تاع الليمون، نحطها تغلي ونبدّل عليها الماء 2 مرات. كذلك مع الشيفلار نحطوه يغلي وما نخلوهش يطيب ما يطيبش لازم بزاف، قيس ما يطيب لنا نطفو عليه، ماشي لازم حتى يطيب يولي شغل يتعجن، نخلولو شوية قيس ما يدخل طياب نطفو عليه. هنا نحضروا فلفل حلو وفلفل حار راس، نحضروا نقطعوه بهذه الطريقة. يعني هذا فلفل الحلو يعوضنا على العكري ويسهّل الهضم، يعني راهو يسهّل لينا الهضم، يعني يساعدنا، يعني مفيد، بدل من أننا نحطّو هذاك العكري تاع الغبرة، نديرو طرشي ومنها بنة ومنها يعطي لون شباب الأصابع تاوعنا. وهنا نديرو 7 أغصان عفوا تاع المعدنوس، نغسلوهم بيان نقطعوهم بهذيك الطريقة، وهنا نكترو بيان الزيتون تاعنا من الماء كي غليناه، من بعد نحطوه. هنا نحطو قليل من الزنجبيل، قليل من القزبر، قليل من فلفل الكحل، قليل فقط من فلفل الكحل. هنا كذلك ضيفي الكمون، قليل من الكمون، أنا ضفته في الآخر حتى رحيت باش ضفت الكمون تاعي. وشنو لي زيبيس ما تكتريش كلش شويه شويه باش تقعد هذيك النكهه بنينه، يقعد لكم هذه الحشوه بنينه. دونك نكتروا الكمون، تغلب هذيك ريحة الكمون على الحشوة، يوليك شغل ما درنا لا زيتون لا والو، ما تحسيه شغل متوام ولا بصح هكا تقعد ريحة الزيتون، تقعد هذاك ريحة الطرشي، المعدنوس، معناتها تقعد لك ماكلة بنينة ما تعرفيش كاع واش خلطتي فيها، واش من لي زيبيس اللي فيها واش ولا واش فيها الحشوة، وما راكيش كاع حتعرفي بلي شيفلا، صدقيني يعني بخصوص اللي ما تحبش الشيفلا. خاصةً إلا كانت في الأسرة، يعني واحد يحب الشيفلوغ واحد ما يحبوش، يعني هاد الوصفة يعني كاع يحبوها. راكم تشوفوا كيفاش رحيتو، ماشي ترحيوه حتى الطرشي هذاك يولي ما، خليوه هكا يبان هكايا، قيس ما تشكلوه به، تقدروا تشكلوه به. هاد الكمية راني ضفت أنا الكمون، قلت لكم ما ضفتوش أنا مع الأول. هاد الكمية حنقسمها على زوج، نص نديرو في المرق ديبول ونص نديرو مع الشيفلوغ. تبعوني برك للآخر نتوما تعرفوا. هنا درت 3 فصوص صغيرة تاع الثوم، ما تكتروش تاني الثوم. النكهة قلت لكم ديروا كل حاجة شوية شوية. وهنا تاني كذلك نحذركم ما ديروش بزاف الملح، لخاطر راني حندير فيها فرماج في الاخر وكاع، ديري غير قليل من الملح، والزيتون راه مالح معروف، الزيتون كي ديري به يجيك مالح، نقصي قد ما تقدري الملح، تقدري غير في المرق. تزيدي تضيفي إلا جاتك مسوسة تزيدي غير في المرق مع الآخر. هنا نحضروا مقلاة نحطو فيها الزيت حسب الحاجة، نحطو بصلة صغيرة نخلوها تتقلى على نار هادئة جدا باش ما يتحرقش معنا البصل. قلوه بيان حتى يذوب تماما، ومن بعد نضيفو قليل من الماء فقط باش نزيدو نكملو باش يتقلنا لنا. هنا ضفت قليل من فلفل الكحل، قليل من الزنجبيل،
قليل من تقدري الكمون كذلك. هنا راكم تشوفوا راني قسمت هنايا لي درتهم ديبول هادوك، درت غير حبات ديبول باش نديرهم في المرق فقط. راكم تشوفوا هنا راني نعصر به غير بيدي، ما كان لازم ديري هذاك القماش، قطع قماش هكا يتعصر ويجيك متماسك، يعني تجي عجينة متماسكة، يجي أصابع. راكم تشوفوا أنا ما غليتوش بيان باش ما يشربلكمش بزاف الماء، قيس ما تعصروه يجيكم سوا، يعني ما تغلوهش بيان حتى يتعمر بالماء، هكا برك كيما قيس ما يطيب. تقدري تعبصيه بيدك طفي عليه. هنا بعد ما تقلاليه زيت الكركم، الكركم هذا راهو فيه فايدة معروف يعني، ويزيد يعطيك لون شباب للطبق تاعك، يعني للوصفة تاعك. هنايا تاني حطيت الزيتون، كنت غليته، ماشي الزيتون الأولاني تاع الحشوة، هذا الزيتون واحد آخر، قيس 2 كمشات وانتي حسب أفراد العائلة. هنا غليته كذلك في 2 مرات وحطيته مع البصل يتقلى، نخلوه يغلي بيان من بعد باش نضيف ليبول تاوعي، قليل فقط من الملح، نأكد لكم قليل فقط. هنا نكمل الوصفة تاعي، نزيد ندير الثوم بعد ما عصرت بيان الشيفلوغ تاعي. ما تخافوش ما حاش يطيح لكم لخاطر راهو معصور مليح بلا قماش بلا والو، قلت لكم برك ما تخلوش يغلي بزاف في الماء باش ما يشد لكمش هذاك الماء بزاف وتقعدوا تعصروا تجيبوا قماش غير بيديكم يكفي، يتعصر بيان كلش. تلت فصات توم صغار، شوية فلفل كحل، شوية قزبر، شوية كمون، وقليل فقط للون فقط، نحتاج الكركم للون فقط باش يبدل لي هذيك لا كولور تاع الشيفلاغ. راكم تشوفوا شحال درت، قليل فقط، يعني ما بين صبعتية هذا ما كان. نخلطوا المكونات جيدا. هذيك النصف الكمية تاع اللحم اللي درتو بالزيتون ورحيت له تعطي له واحد البنة. الشيفلوغ أنا كنت ما درتش الملح، درت قليل فقط. عندنا هنا حبة بيضة، هاد الحبة تكفيكم، لا كانت كبيرة تكفيكم، ما كانتش كبيرة زيدي من البيض، زيدي نصف، نقولوا تجيكم حبة ونصف كي يكونوا صغار، وكي يكونوا وتكون حبة كبيرة تكتفي غير بوحدة. أنا هنا دخلت لي حبة لاخاطر الحبة شوية صغيرة، زدت قليل فقط، يعني نقولوا نصف حبة بيض، يعني جاتني حبة ونصف. هنا بخصوص اللي ما دارتش البيض تقدر تغطسهم هكا، أنا وريت لكم برك لاخاطر أنا حنكتفي غير بالبيض اللي حطيته في آآ في عجينة تاع الشيفلاغ، دوكا وريت لكم برك، يعني تقدروا ديروه في البيض من بعد في الفرينة. هنا هاد ليبول ندير لهم البيض هكايا باش تضمنوا بلي الحبة تاعكم ما تطيحش معاكم. لكن كي تغليها بلا ما ديري لها البيض، كي تغلي المرق بيان لازم تكون حرارة مرتفعة باش تحطي ليبول، حتى لو ما درتي لهمش البيض ما يطيحوش معاك، لكن البيض ما راهوش اللي ما تحبش الكو تاع البيض بزاف، هو ما حاش يجي كاع الزيتون يعطي ينحي له كاع الريحة هذيك تاع البيض، تقدر تستغنى على البيض. ديرهم عجائن تخلي برك المرق يغلي بيان باش تحط، جامي تحطي ليبول تاوعك ولا أصابع في الزيت ويكون الزيت بارد، ولا لازم يكون كلش يغلي يكون حرارة مرتفعة جدا باه الحبة ولا الأصابع تاوعك ما يطيحوش معاك. دوكا واش راكم تشوفوا، ها راني نديرهم غير في الفرينة، دوكا البيض نحيته، معناتها راني ندير غير بالفرينة. راكم تشوفوا راني غير نديرهم غير في الفرينة خاطر اكتفيت غير نكتفي غير بالبيض اللي حطيته في العجينة تاع الشيفلاغ. ديروا هذه الطريقة، خلطوا لها شوية زيتون شوية طرشي، تجيكم لي زيبيس كيما حبيتو، انا درت هذوك لي زيبيس نتوما شوفوا واش تحبوا الذوق. بعد ما كملتهم دوك نقليهم، ولازم الزيت نأكد لكم يكون الاخوات سخون بزاف، أصابع تقعد شادة روحها وتقعد هي. هنا بخصوص الأصابع نقدروا نقليوهم ونحضروا المرق تاعنا فقط ونرميوهم غير مع الآخر، يعني نديروهم غير فوق المرق هذاك لاصوص تاع ليبول هذيك والزيتون.
ولا حبيتي ديريها كيما أنا حطيتها مع اللخر، خليتها قسمة غلات غلية الأولى فقط وطفيت عليها. المهم تبعوني للآخر باش تعرفوا واش راني نهضر. راكم تشوفوا اللون هذا تحسوه تقول محروق، لا، لا، هذا اللون تاع الطرشي هذاك حمر يولي هاكا لا couleur تاعو وما هو محروق ما والو. راني قلّبي كل دقيقة هاكا ما تروحيش وتخليهم دقيقة يطيبوا. معناتها تروحي وتخلّيهم يتحرقوا معاك، يعني هذاك اللون غير تاع المعدنوس والترشيح حمار عطا لك هذاك اللون في الأصابع. هنا واش حندير، أنتِ تقدري تعوضي هاد الفرماج المثلثات، أنا درت 5 مثلثات فرماج، تقدري تعوضيهم بكريم فريش، ديري قِس ملعقة ونصف تاع كريم فريش. دوكا هنايا نديرهم نخليهم يغلو شوية، من بعد نحط الأصابع تاوعي يشدوا الغلية فقط، من بعد نطفي عليهم. وهذه هي الوصفة تاع اليوم، نتمنى يعني تكون عجبتكم، واللي شافت قناتي لأول مرة تشترك، ونتمنى أنكم تشاهدوا الفيديو للآخر، لأنكم حتساعدوني باش يعني نربح هاديك 4000 المشاهدة، هو الشرط، لاخاطر مازال ما حققتش يعني قناتي مازال ما حققتش الشرط الثاني اللي هو 4000 المشاهدة، يعني بزاف، ومن بفضل ربي سبحانه إن شاء الله، وبفضل الأخوات، ونشكر كل أخت دخلت ودارت لي اشتراك، نشكرها بزاف بزاف اللي دعمت لي القناة. ونتمنى تزيدوا تشوفوا لي غير لي فيديو تبارطاجيوهم مع الأصدقاء باش نقدر نواصل، يعني قد ما نشوف التشجيع قد ما أنا نتشجع وندير لكم وصفات من كل يعني وصفاتي راني واش نديرها معاكم، ما كاين لا زيادة لا نقصان. راكم تشوفوا نحطها برك تشد تشرب لي عفوا تشرب لي غير المرق مع الأول شوية قليل فقط، تغلي فقط شوية ونطفي عليها. نتمنى أنكم يعني تجربوا هاد الوصفة لأنها الحق بزاف بنينة، وما بقى ليا غير نقول لكم إن شاء الله في وصفات أخرى إن شاء الله، ونلقاكم بألف خير وصحة وعافية. سلام الأخوات.